أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مساء اليوم الثلاثاء تنفيذ عمليتان عسكريتان ووصفتهما بالنوعيتان في البحر الأحمر والعربي، واستمرتا 8 ساعات، واستهدفت حاملة طائرات ومدمرة أمريكية. وقال المتحدث العسكري للحوثي يحيى سريع في بيان متلفز إن القوات المسلحة اليمنية التابعة للجماعة نفذت عمليتان عسكريتان نوعيتان في البحر الأحمر والعربي استمرت 8 ساعات وحققت أهدافها. وأضافت أن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات الأمريكية إبراهام في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. وأوضح أن استهداف حاملة الطائرات تم أثناء تحضير العدو الأمريكي لعمليات معادية تستهدف بلدنا. العملية الثانية استهدفت وفق سريع مدمرتان أمريكيتان في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات. وأشار إلى أن العدو على اليمن يأتي ضمن الدفاع الأمريكي البريطاني على العدو الكيان، ولن يدفع إلا مزيد من العمليات. وقال سريع إن العمليات جاءت انتصارا لمظلومية الشعب وإسنادا له. وشدد المتحدث الجماعة أن العملية الحوثية ضد الكيان لن تتوقف إلا بوقف ورفع الحصار. وفي وقت لاحق مساء الثلاثاء قال عبد الله بن عامر نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع التابعة للحوثي إنه لأول مرة ينفذ جيش عربي عملية عسكرية استباقية ضد القوات الأمريكية المتواجدة في المنطقة. وأوضح أن القوات الأمريكية المستهدفة اليوم كانت بصدد التحضير لشن هجوم جوي واسع على اليمن وفق موقع 26 من سبتمبر الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، وتضامنا مع القطاع في مواجهة الإبادة المستمرة. وأسفرت حتى الآن عن أكثر من 146 ألف من باشرت الجماعة منذ نوفمبر تشرين الثاني من نفس العام استهداف سفن شحن للكيان أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيرات، فضلا عن استهداف مواقع في الكيان. وردا على هجومات بدأت واشنطن ولندن منذ مطلع العام الجاري شن غارات جوية وهجمات صاروخية على مواقع للحوثيين باليمن، وهو ما قبلته الجماعة بإعلان أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهداف عسكرية وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر الأحمر والمحيط الهندي أو أي مكان تصله الأسلحة